صباح الخير على أجمل متابعين. اللهم اجعل هذا الصباح صباحا خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. صباحكم زي الفل. روتين النهاردة كله طاقة إيجابية إن شاء الله. وكالعادة يا سادة، من باب التوفير والنظافة دايما بنبدأ الروتين بتاعنا بالمعجنات، سواء إذا كنا هنخبز حاجة أو هنعمل كيك. فالنهاردة هنعمل الكيكة التقليدية خالص اللي هي ايه؟ بالشوكولاتة. كيكة عادية خالص من غير أي صوص. تعرفيني أو ما تعرفنيش، أحب أعرفك إن أنا بطل حياتي بيكون أستاذ زغلول، اللي هو ايه؟ الخلاط اللي انت شايفاه قدامك ده. بعمل فيه كل حاجة، ده الساحر بتاعي. مقادير الكيكة سايبها لكم دلوقتي، ثبتي خديها سكرين شوت، وكمان هقول لكم انا عملت ايه بالظبط. كوبايه من السكر وكوبايه من الزيت وثلاث بيضات وفانيليا وثلاث معالق كاكاو كبار، وكلهم بنضربهم مع بعض في استاذ زغلول، وطبعا بنحط معاهم كوبايه من اللبن او الحليب. وبعد كده وطبعا مش هننسى الفانيليا. تمام. بعد كده بقى بنجيب الاستاذه ساره، بتكون كلها مهاره، وبنبدا ان احنا نفضي فيها الخليط اللي احنا دلقناه من الاستاذ زغلول، وبنضيف عليه كوبايتين من الدقيق مع معلقه من البيكنج باودر. ايوه طبعا هتبهدلي حواليكي جامد قوي، بس ولا بيهمنا، مفيش حد بيعمل زينا. هنضربها بقى حلو كده في اتجاه واحد، وبيكون معاكي الخليط بالقوام ده زي ما انتوا شايفين كده. ولان النظافه من الايمان، فاحنا مضطرين دلوقتي ان احنا ننضف الدقيق اللي نزل ده. وبعد كده بقى نجيب الانسه ايه اللي ليها في كل فرن حكايه، وهنبدا بقى ان احنا نضرب كده ايه. اضربي ايه بالراحه بس عشان دماغها ما تتبتحش. وهندخلها الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. مجرد ما تفصل معاكي كده تعرفي ان الكيك استوى على طول. زيادة تأكيد شقيها. السكينة طلعت معاكي جميلة نضيفة، تبقى الكيكة بتاعتك زي الفل. طبعا الكيكة هنا كانت لسه سخنة، ما تعمليش زيي انا، بس عشان اوريكم. سيبيها بس تهدى، وبعد كده بايه ابقى قطعيها بقى وكلوها وكل حاجة. بس عايزة اوريكي قد ايه هي هشة، ما كنتش قادرة امسكها. طعمها حلو قوي. يلا بينا بقى نعمل لنا كده كوبايه شاي ساده نظبط بيها دماغنا. ندخل بقى نشوف هناكل ايه النهارده. دي فراخ انا غسلاها حلو قوي ومصفياها، وبعد كده هقطع عليها بصلايه. والبصله دي هديها ملح وفلفل اسود، وطبعا خلطه كنتاكي الجباره اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ريحانه، عباره عن بردقوش، يعني 9 10 مكونات كده. بحطها على اي اكله، بصراحه بتخليها جميله قوي. وكمان بقى بعد ما دعكتهم حلو في بعض، اديتها طماطمايه واديتها فلفل رومي وكمان فلفل حار، شويه من الصويا صوص، وكمان شويه من الكاتشب، وعصره ليمونه. وقلبي بقى بايديكي حلوه قوي كده تحت الجلد وفوق الجلد، وظبطي الفراخ بتاعتك دي. بعد كده بقى هتلفيها ورق فويل او اي حاجه، وهتدخليها الفرن. معلقه سمنه كده على الوش، السمنه دي بتكون اختياري. تمام. معلقه سمنه على الوش ودخليها الفرن. وهتسيبيها بقى لحد ما ايه؟ ما هتستوي معاكي. بعد كده هتشيلي ورقه الفويل اللي عليها علشان تاخد معاكي لون من على الوش. لو ما خدتش اللون المناسب شغلي ايه؟ الشوايه. المشهد اللي عدى ده انا كنت بعمل ايه؟ بيض كده للعصافير. بتجيبي البيضه بتكسريها، وبتحطي بقى البياض والصفار وقشر البيض، ما بترميش حاجه، وقشر البيض وكل حاجه. وبتحطيها بقى للعصافير طبعا علشان تمديهم بالكالسيوم، يعني يكون كالسيوم طبيعي. هنا بقى انا كنت عامله ترمس، هضيف بقى عليه الميه والملح. طبعا احنا عملنا الترمس كتير مع بعض يعني. عملته بقى، سلقته وظبطته وحطيت له الميه والملح. وكمان الطبق ده فيه ميه من سلق المكرونه، عشان انا سلقه مكرونه وبقول لكم انا اخدت شويه ميه منها. وهنا بقى هنعمل ايه؟ الصلصه بتاعه المكرونه. بتجيبي الطماطم بتاعتك، هتقطع عليها بصلايه، وهتقطع عليها كمان، هتحطي عليها شويه توم،
من غير اي ميه ولا اي حاجه، تحطيها على البوتاجاز. هنا بقى صينيه الفراخ، بصوا عايزه اقول لكم بقى الصوص ده بيكون طعمه حلو قوي. بوريكم قد ايه هي دايبه، بس برضو كالعاده انتوا عارفين سخنه مش قادره امسكها. ريحتها بجد رهيبه. هنا بقى الطماطم تضربيها بقى في الخلاط او بالهاند بلندر. هنا المكرونه اللي اتسلقت. هنجيب بقى فصين من الثوم بعد ما نطلع ريحته كده. حاولي ان انتي ما تغيريش لونه. بعد ما تطلعي ريحته هتضيفي عليها الصلصه اللي انتي عاملاها، وتحطي بقى ايه شويه ميه المكرونه او سلق المكرونه اللي احنا كنا شايلينهم. سنه خل، ولا اجمل من كده. كمان بقى كنت عامله مكرونه بشاميل او بالوايت صوص يعني. بنراضي جميع الاطراف. بتحبي بالصلصه كل بالصلصه، بتحبي بشاميل كل بشاميل. هنا بقى انا كنت ضحكه عليهم اساسا. يعني دي كده مكرونه بالوايت صوص بس، مش محشيه حاجه ولا لحمه ولا فراخ. المهم بعد ما مسكت نفسها في الفرن كده، بتديها بقى الموتزاريلا، وبتدخليها بقى بعد كده ايه الفرن تاني. هي ما بتاخدش وقت في الفرن يعني، لان كل حاجه اوريدي مستويه. تطلع معاكي بقى بالشكل ده. حطيت لهم بقى، رصيت لهم البانيه كده على الوش. كنت عامله معاكم مكرونه بالوايت صوص بكل تفاصيلها، سيبها لكم في صندوق الوصف. اكون عاملينها بالزنجر. طعمها يعجبك قوي. أو مش فاكره بس بالستريبس، كنت عاملاها بالستريبس. هسيبها لكم، لازم تشوفوا الفيديو ده بجد هيعجبكم جدا. اختراع صلصه. آه، اختراع سلطه. شويه طماطم كده على قرن فلفل على حبه شبت، بقت سلطه ازاي الله اعلم. عصره ليمونه بقى مع حبه كمون مع حبه ملح. بحبها قوي بصراحه. سنه خل. بيكون طعمها حلو قوي بصراحه يعني. هنا بقى الاختراع الجبار ده عباره عن ايه؟ عباره عن شاورما. شاورما فراخ. تمام. وبديها بقى بصله وفلفل حار وفلفل رومي، وبتعمليها كده على البوتاجاز. بعد كده ده كده ورق اللي هو العيش السوري. جايباه وقطعته على شكل دواير. تمام منظر يعني. وبنحط بقى فيه، ونحط عليه كمان ايه الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده ترصي شويه جبنه على الوش وبتحطيه في الفرن. الجبنه بس تسيح بجد بقى، اعمليه لولادك. رهيب. مش هيبطلوا ان هو يطلبوه منك. هنا بقى بصوا هنرص بقى الفراخ. جربي الفراخ دي طعمها يعجبك قوي، ولا بقى تسلقي ولا تشوي ولا تعملي، بصوا رهيبه. والصوص بتاعها بيكون حلو قوي، ولكن ما تكتريش الملح. يعني في ناس بتقولك ايه، كل ورك ولا كل صدر ادعكيه بالملح قبل ما تعملوا. لا طبعا تطلع معاكي حد اسير. كده تحطي الملح الطبيعي خالص. دي بقى الصلصه اللي احنا عملناها علشان المكرونه. لان طبعا انا مش هعمل مكرونه بالصلصه، هما يحطوا صلصه في الاطباق. وهنا شويه صلصه حاطين عليهم شطه وحاطين عليهم زيت ونقطه ميه. ودي هتكون الشطه بتاعتنا ايه الجميله. هنغرف بقى المكرونه الاسباجيتي. عايزه اقول لكم بقى احنا كنا وقت اذان المغرب. اليوم ده يا اما اتنين يا اما خميس، والله ما فاكره. فده كان وقت صيام يعني. عملنا كمان ده عصير تانك. وبس كده. خلص الفيديو بتاعي معاكم النهارده. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون افادكم لو باي حاجه بسيطه. لو وصلتي معايا هنا شكرا للمشاهده، واقول لكم دمتم سالمين ومع السلامه.